وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى علما مع رب سدادا، واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر. أمة الإسلام بيخا إسنجروا دنيا تنرت من إرد الرنسات، وما زلتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر. خراب ديبيتين يخر ربي عالمات يا أمة الإسلام، وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكثر فيه السيئات. نرد براجت أمة الإسلام جزين ججبدون أكان خي خرجا قبض يجور خدلقان إسي خيسد دلقان أكان دجان ماتاك خماس ديني ربين أسكيسد دين مرة بوس جفاه. ومن هذه المواسم شهر ذو الحجة جزين أكسي سنباتي شهر ذو الحجة تنراهي تكما سمة الإسلام، فقد جمع الله فيه من الفضائل واهد دون ربي وجدال نساس كيس ورقب، ونوع فيه من الطاعات نوعي قال ربي ولولا الناس ما لا يخفى واهد مخنه إلا على أهل الغفلة والأعراض. نمدقت إلا قرق الملئ. ففي أول العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه والفجر وليال عشر. قرن ذو الحجات كغد جاء فجر كغد قرن ذو الحجات جاء ربي، وأن الله فيها نفحات من رضوانه يكرم بها من أطاعه. ربي قلت أسكيست جزيج آلتو ربي نوفد أمة الإسلام خخيست يوغاري دلين جال ربي أركن ربي نخجب نخبج ججولا قالسان مقر. وامتثل أمره أمري ربي جلب تمه وانتهى عن نواهي ورب الرار والكرار والكمه. أما صدابته عند حدودي وسنساخن تركان فن وسنسات ردابته وعمل بمقتضى مرادي. والرب فردي ولهم دامو خدر غاري دامو لمن عمل صالحا وأناب إلى الله غاري دلغ ربي خديبه. فقال صلى الله عليه وسلم وقد أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمة ساتيف ندام رسول العالم إلى ما أعد الله فيها من الثواب وعظيم وعدم الجزاء. ربي وانباتي تنخيست إسريف قرفيس قالت قرقدا جدود ربي لمن عمل صالحا وأناب إلى الله. نمغاري قرنا خنخيست دلقه ربي ديبئ غاري دلقه. فقال صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام خيست نياتشسا بيلوا مسكين نياتشسا أمة الإسلام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ويما تقول لين هنتان ما من أيام العمل الصالح دلقان غارين فيها إسي خيت أحب إلى الله. ربي قلته خيت برجالك وهنتان جاجتولا يعني من هذه الأيام يعني أيام عشر ذو الحجة قرن ذو الحجة دلق ما قارين علمنا ما دلق ويا قرن خنا خيست ويا تقول لين هنتاني قرن ذو الحجة خنا الرخجان خات خيست قاري دلق قرن درا. قالوا يا رسول الله يا إرقام ربي ولا الجهاد في سبيل الله. إرقام ربي جهانه اتنقطاو. قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد قدون اتنقطاو يتخرنا خنا خيست قاري أتدري صدقات إلا رجل خرج بنفسه وماله قربا يوتات ملي خبه لب
ساتي في أبين ساتي كبه وتاتمله ثم لم يرجع من ذلك بشيء واتكان كالدين أجمان كجلا والمله خنمله جهاد قدون خرنة الحجة خيست والجهاد دلين التنكتاو قارئة خرنة الحجة خيست لي والله سبحانه يحب الأعمال الصالحة الخالصة له دلقا قاري كل ليسته فول ربي اتفاته دليت ربي سرافه في كل وقت وزمان جزهم دخيسته زمنهم دخيسته ساعهم دخيسته وأحبها إن يجعل دارة إليه ربي برد ما كانت في العشر الأول من ذو الحجة ربي برد دلقان قارين أكار ربي سراجال قرن ذو الحجة هم قاسين قاري أتاس كيس الدليد سراجال ربي برد أكار جالة تججورا وان قرن ذو الحجة كيس أتدليد جهاد قدون ابتهم من تويتنا بغبار ففيها إسيتنا خيست قبرت ربي خجل لاسا جعل ربي أركتشورا فخجلوا قبا وإذا رضي على عبدي ربي قبرت الرعب جعلته فقد فاز بخير الدنيا والآخرة خير الدنيا آخرة لا أركتنا منهن فقد دل الحديث على أن العمل في هذا الأيام العشر قرنا دلقان قارين أتدلت قرنا خنا خيست أحب إلى الله ربي برنجال دمتي من العمل في أيام الدنيا دلقا الدنيا تنخيست بويا الدنيا قرنا ذو الحجة انتهن كيس دلت خاص كيس دلت ربي سر رجال قرنا ذو الحجة خيس خنتهن من غير استثناء وأنه من الجهاد في سبيل الله جهاد الرجال إلا جهادا واحدا وهو جهاد قل جهاد من خرج بنفسه وماله لبوساتي في قبين سافرته من شر رابطته خبه فلم يرجع بشيء واتكا من ساتين قرن أجمان كجلا يوتات النبي فهذا الجهاد بخصوصي جهادهم وقت يستا يفضل على العمل في هذا العشر قرن ذو الحجة خيست جهاد أمن على العمل في هذا العشر قرن ذو الحجة خيست انتهن الرأك ستن جعلا وأما بقية أنواع الجهاد أما أفتوا جهاداته خبروا فإن العمل في هذا العشر أفضل وأحب إلى الله منها جهادك زي بروبوت قرن ذو الحجة خيست يوغاري دليته ربي برد الرجال تما الرسيب جال ججورا خنافوا يا عباد الله صدقنا بيروانيا جسانا مسكينك وقبانا والرجو إيدا والربطو في القمنيس يتاماهم داهلالا وأحب إلى الله منها جهاد ربي برد الرجال تما قرن خنفيس قارين تدرج وقد شرع الله العباد ربي كرا وليجر قبروت ساتي صيام هذا الأيام ويا خرخ صومنو ما عدا اليوم العاشر ويا خرنيسا وصوهفو ويا خرنيسا ملي ويا أرامتن ويا ديد من سغني ربي سيهالا فسور ربي قبرتي ربي الرديد من سغني برودي صدو مججولا ربي كرا وليجرا هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر مكة مكرمة أكا فرنز أكا باتي رمضان صومنا والله وهو يوم النحر ويا كلمات سين خن صوم النسون ويا صلاة سن وإما يشرع الله في هذا الأيام الإكثار من ذكر الله ذكر ربي أبكار هند ميسا أمة الإسلام ولا سيما التكبير خيساه الله أكبر الله أكبر يجو أكاهد ميسا قال الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات مقارب بها قدسا هذا ذكرا ويا بك كما تخيست يا أمة الإسلام فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحاج ليس كل واحد يقدر على الحاج
أمو هجي قدور الدندي جعل مواسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم خدندي حجي لقدا أمة حجاج بيت الله الحرام وجي لقدا خان أمو خاستي حفني ربي ألتهيتي تندور كي حجي دا ربي إجا رحمتاتي ربي نهالا فمن لم يقدر على الحج نمني حجي رتهن دندين فإنه يقدر ندنديا على أن يعمل في العشر عملا دلقو دنديا خاستي يفضل على الجهاد جهاد ربي رتجال سندلقتو دنديا خان أمو حوالي تشرك ربي نلته رحمة غريفي در عرفة ربي النبي وفي هذه العشر المباركة يوم عرفة قرنها خيست ويا عرفات الذي هو أفضل الأيام الرجال ويا لا اسم كتاب حرمنا يا رب نيهم كيف أجي ربي راهو رب مخالق رب ما نهم دلوتين عن ابن حبان في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة إذا قلتم ويا عرفة ورد أن صوم يكفر الله به السنة الماضية والباقية ويا صوم ننماس دلي أمت دبرت دلي أمت فقدرة ربي سيبرا والمراد بذلك تكفر صغائر الذنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما دلي ورود الرعاية فقط دلي ربي بسليم سنة ورد أن صوم يكفر الله السنة الماضية والباقية دلي أمتنا ما ربي سليم ستة فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم دلي أمتك فقدرة أمتك تخط ربي سليم ستة وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله أمتنا مدلي فندرته فيستحق صيام صوما صوما نجانة لغير الحاج والحجاج ينتهي صوما أما الحاج فلا ينبغي أن يصوم والحجاج بيت الله الحرام ربي نجى رحمتات الله لعرفنا ولا ينبغي برباجس أن يصوم صوما مالي في صوما برباجس دجنس أو هم أجرا دبو بشاك كاما بطر كسيا وأن دبتو في بعدا بنوار هندن وقرابة الرتوان تدبو وذكر الله تعالى ذكر ربي قلوان نقبوان تدبو في جونا قبروت الرحمن ربي نعرف مرتيسة في دابة صلاة زوري صلاة لي إلى أجر رابة إلى هم قادون سيد ربي سالي بوي عرف وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار ويا عرفات ويا ربي نديني نمر على الجلاس ويا ربي ندي جهنم إلا نمر المسود ويا ربي رادت بأهل الموقف والراجل أبطل ربي رادت ملائكة ساد كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيها عبادا من النار ويان تقول لين انتان
ويا كربين ويا عرفة إبن جهنم من قبر تنسى إبن الراعة من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة قد هاتيت سمي الدنيا رد ملائكة قبر تنسى أنا لا تتابر. وروى ابن حبان في صحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل ويا تقول لن كدال هنجر عند الله رب بلد من يوم عرفة ويا عرفة ويا ربي بلد أكان جال هنجر. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ربي العالم سمي الدنيا رقبوه والرملائكة وندجيتي والرملائكة نادت فيقول انظروا إلى عبادي شحسن غورا عاجين جاءوا من كل فج عميق. الدنيا بوترة باللوغ زبالة لما الدنيا بوترة خلون فريد جرم لا قبل تك يجي الملائكة رحمن الترب من دادتها. يا ربي سالما وجي يا ربي الخدم يا ربي نتيجة رحمتات المولى يرجو رحمتي رحمتك يا خجل أمروني كتابي بالدخية غير نرتب يا ربي النادة ويا تبقى ويا لك عرفة انجلوا يا أمة الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون. الحمد لله الغني الحميد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يا رب برحمته تنال رحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بما نما ربي سدانا وأطيعوا قال ربي قل يا أمة الإسلام زنار رابقا يا أمة الإسلام بديديسا يا أمة الإسلام يا أيها الناس يا إلمان نما أنتم الفقراء إلى الله مسكينا هم دينهم خر ربي خالقا والله هو الغني الحميد. ربي دريس فارفما يا أمة الإسلام دريس فارفما آخرنا يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يو اسم ددن قال ربي اسم دبسيس كبيرو في ربي خيز قبر وما ذلك على الله بعزيز. ربنا واجبتم ملابتم وهو مع غناه عنكم يأمركم بدعائه خطريساتنا خرنا اسرين يا أمة الإسلام دعاء اسرين قبل فسؤاله نخدا اسرين في كناجة واستغفار استغفار خرخ يدي بها ليغفر لكم أكتوبة أكخر ربي درينو أرارمو غنقا فدبر دري دات خوتا بها جنتي ضدا واستغفاري ليغفر لكم وأنتم مع فقركم وحاجتكم إليه خمسكين ما قبل حاجاتين رب الراقم الراقر رب الرا دلي ربي تلين يا أمة الإسلام. وأنتم تعلمون نبيت أن معصيته تسبب غضبه عليكم دلي دلبور ربي دل سيفت يا أمة الإسلام وعقوبته لكم عباد الله. فقد انقطع المطر عن بلادنا يا رب لو نبيتين الراجة يا الله وأصابنا قحط وجد وبلاء يا رب مصيبا بلا نموت يا الله وذلك بسبب ذنوبنا يا رب سببات لتنياتين يا الله فإنه لا مصيبة إلا بذنب مصيبة يموت دليلا توبة مليهم فورمت يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام ربي خيسا صدانا ما يسلمان إذ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يا أمة الإسلام
قرمز الحجة خنا خيست من خر ربي هاتين ميها صومنو وما أصابكم من مصيبة تكلن تيسن تنتار فبما كسبت أيديكم وأنا مارك خيسن دليدين تقمتن ويعفو عن كثير الدورن دبر ربين إذ لا يؤاخذنا الله بذنوبنا كلها ما أبقى منا أحد والله سلا وصون خدريتين ينقب متامي نم تقلن دجيت الرحم دم يا أمة الإسلام قال الله تبارك وتعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ربي سلا كنت بليسن النقبه بيلدان تكدجي دويدجي الرهندر ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى قاتلوا بكم تحتهم قبلوا قبل نوفتر يا أمة الإسلام فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قاتلوا دعاء وقالوا تربين قبروا تنسائس أركاتين بالخاص ففي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كنت عشر رهط من المهاجرين عند رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويا تكون انت تقفى خرنيسا نما سجل خرنيسانا مهاجر توتا رسول ربي برتهم فأقبل علينا بوجهه الكريمة فول سابريدا نورت أسجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين يا أمة مهاجر توتا 5 خصال حال شر ربي الترام غنفن رب نون تكن جاجر يا أمة الإسلام ما ظهر الفاحشة في قوم بديوا درهم ما تغند تكا خيست زنان درهم يا أمة الإسلام نمني تقلين كتبته هندر باجات تدقونتن هل كان كريودين تلا غنو مقبات الزنا دلجر لا قوت يا أمة الإسلام أبانيس مجيون تيسا خطيسا جرتينجو حاتنيس أكسنجل زنان البرغم باجات تاتي جرت أمة الإسلام من نمان سنكريس تنماس دلالا في ديرتي ولين كريفة من خنقلاجي نمي تقلين هندبك ما ظهرت الفاحشة في قوم أمة تقو غيست بدي وادرهم بات حتى أعلنوا بها أنك كل سنة يجور فرشون زنابات إلا يبتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم حكا إرسي الآخر حكا نكب خرونا الآخر حنك إسان دربا سنت ربي طاعون قوم عليهم تار نكب أمان در دجي تنر تكا ور دبر خيستين أركمين قوم عليهم تار الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال أمني واحد الرسان سفري خانك مخينا بيت مطورسي فياهن قب مالسيلا فياهن قب وصو فياهن قب نقباك على مدي خان أماس لنكتي مموزة تلا خان أماس ميزان خيس أيوا الرسي ميزان خان لنكتي والا خان دايمتي سكرنك قول ميزان الرس نمنين بير تواغر قلتون دينو أكسن ميزان خيسا وان الرسان الرسان أمني هم كبتة فغرغر خان تاسا هدو قدّا هقاي في بتت غاف أمو إفي ساتيف نما غرغر تكي چرك خيسدو تكي غلا ويجور خنافو يوخن أركب أمة تكا خيسد إلا يبتلوا بالسنين وشدة المهونة إنكي ركو بيلة ربين أمن فدتنا ركو إنكي أماس قالوا ماتا وانت هندي قالويته واني هندي سمي سنته علمنا ما أكمل جراجو تا أمة الإسلام خرا ربي ديبوران كان هند في الراجب جيرو دندين تلتو ولا يجون في الراجب جيرو دندين إنكي ركوراتيس ربنا الراها خاص أماس وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع المطر من السماء زكاة وريهم لوركة يهو ربي روبا هنجرتو جا سمير الروب ربي سمير روبا وفي قديم بوت ولولا البهائم حنكما أما وبليس تقو خليق القرن بالبلي والله نانا وحنا بادياتنا خيسا بيد دوانيا تنبدي والله مخا بيد دام مخا نياتو جرتوان اتخنن نبنيجا
يا ربي عالما بين دماغي يا الله يا ربي بين دمتنا وعفاهم بين ذلو تمام قدو في جولة تكشفجي يا ربي من هلاك يا الله ولولا البهائم لم ينظروا فاتقوا الله عباد الله يا قبروت ربي سدادا وتوبوا إلى ربكم وخذوا على أيدي سفهائكم حركة قوة خيسني كما حمتون رارورك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر تلتت والأجلونا حمتون راوروركونا هل كريقوا يا هري وقواتوا إن قبل أمة الإسلام واتقوا الله لعلكم ترحمون ربي خيسن سدادا ربي الرحمة سانوها قلوا عباد الله وأكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتابه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين يا رب اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا من إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم انظرنا بعين رحمتك ولا تنظرنا بعين غضبك وسخطك يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فاسقنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم استرنا اللهم استرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.